النهارده هنعمل بقى السمك الفيليه، بس النهارده هنعمله بطريقه حلوه جدا. هوريكم ازاي تعملوه بدون ان انتوا تقلوه، بدون قليه وبدون زيت. اول حاجه هنا معايا المكونات، معايا بطاطا، كمان معايا طماطمتين، ومعايا كده بقى يعني حزمه صغننه كده من البقدونس، واحتاج كمان من فصين ل3 فصوص من الثوم. هضيف كمان بقى شريحتين 3 من الانشوجه او القليشي. وفي طاسه هنا بقى على النار هنزل بقى ب3-4 معالق كده من الزيت، وبعد كده ضفت الثوم المهروس. هشوح الثوم مع الزيت واجرب بس ان هو الثوم يدبل شويه، وبعد كده ضفت معاهم فصين كده من الفلفل اللي هو القرون المجففه. لو حابين الوصفه تبقى يعني سبايسي شويه يعني دي بقى براحتكم. ضفت كمان الانشوجه وشوحتها كده شويه مع الثوم، يعني خليت كده من نكهه الثوم. وبعد كده بقى ابتديت ان انا انزل بالطماطم. هنبتدي بقى نرص الطماطم كده جنب بعضيها يعني زي شكل ورده كده اهو. وبعد كده هضيف بقى شويه ملح. هنزل بقى بالبطاطس وابتدي برضه ارصها كده حوالين داير. وكمان عملت كده تتبيله بسيطه ان انا اتبل بيها البطاطس. وبس كده بقى انا رصيت كده اخر حاجه السمك الفيليه. واخر حاجه بقى هزين بيها شويه بقدونس مفرومين. شايفين قد ايه بقى البطاطس كده دايبه دوب كده، بطاطس مستويه. وشايفين كمان السمك قد ايه فعلا مستوي. جربوا الوصفه وقولوا رايكم فيها ايه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وبالف هنا على كل هيجرب وصفه النهارده، واشوفكم تاني على خير.